المهم السلام الاخوان، غادي نهضر في واحد الموضوع. غادي نهضر على ديك الممثله مسكينه اللي ماتت الله يرحمها في هذا النهار، ديك السعديه اللي في مراكش. كيفاش اصاحبي السيده خدامه مع ممثلين اعوام واعوام في التلفازه المغربيه، في دوزام المغربيه الاولى الى غير ذلك. كيفاش الخوت السيده شهرين ولا 3 شهور ولا ما نعرف شحال وهي مريضه وما جاوش زاروها. اختهم صاحبي، اختهم مشاركه في نفس الدومين ديالهم وما مشاوش مدوا لها يعني يد المساعده. ماشي يعني عاونوها ماديا، عاونوها بعدا غير معنويا. هادو ما عاونوا لا معنويا لا ماديا. يعني هنا كتعرف يا اخي، راك من غادي تطيح راه ما غيعقل عليك حتى شي واحد. والله ما تسلك يدك بيدك، والله لا عقل عليك هاد الزمان شي واحد يا اخي. اقسم لكم بالله، خليني بالهضره نتاع التلفازه والنفاق والكذوب. لا راني نبغي الجمهور ديالي، راني ندير كذا. قسما بالله شت مين يفوت داك البرنامج اللي كيهضر فيه هو ما يعقلش عليك يا اخي. خوك وما يعقلش عليك، عاد فين يعقل عليك عاد بنادم. راه تيق بيا يا اخي، واخا بنادم يشوفك هكا كتموت ولا شي حاجه ما كيعقلش عليك هاد الوقيته. يعني باش تقول لي كذا، باش تقول لي درك صلة الرحم. ها صلة الرحم اخويا غير من رحم ربي. قليل راك تلقى هكا صلة الرحم، ما بنادم درك ما يسولش كاع فيك. واخا انت تبغي بحال مثلا تبغي تمشي عنده، ايوا يقول لك هاد خونا صاحبي بان لي سطعنا. يعني بنادم ما صاحبي الصراحة، يعني بنادم ولا جاهل بزاف. هيا السيدة مسكينة، هيا شهرين ولا 3 شهور مسكينة وهي مكملة مسكينة. ما عالم بها غير ربي اللي عالم به. هادشي اللي كاين، هذا هو الواقع الصراحة. ما عندك ما غادي تبدل.